السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بذكركم بشيء لازم أنا دائما أذكركم فيه، وهو توثيق أول عالمي في القارة الآسيوية. البطولة أو الأندية اللي شاركت في كأس العالم التجريبية حسب قول بعض المشجعين الذين يحسدون نادي النصر على اللقب العالمي أو أول عالمي في القارة الآسيوية والكرة السعودية. شرف الكرة السعودية بهاللقب، وهذا إن دل على قوة كرتنا السعودية في الماضي وفي الحاضر. واللي ينزعج من توثيق الاتحاد الآسيوي لعالمية النصر يدق راسه بجدر. ثانيا، ألف مبروك للأشقاء في نادي الزعيم على إتمام صفقة متعب الحربي. أعضاء الهلال رجال أقوال وأفعال، دق خشوم ونهايتها الزبنة يا عيال. هذا اللي صار من إعلام جنتلمان سوبرمان، مصدر كان غير صحيح من المنافق مان، مصدر غير صحيح، وكلام ما ينقال في الإعلام بعد وقبل الصفقة، كلام قبل الصفقة وكلام بعد الصفقة. تعرف التغريدات حسب المزاج وأوامر من شخصيات وأصحاب المعالي الرياضيين في الكرة السعودية. تعرف قطيع الاستراحات اللي فرحتهم مع التعاقد اللي ما تم كانت فرحة غير طبيعية، كلام بخشوم وحنا خارج الملعب نسوي ونقول. هذول في الفجر يوقعون، في الفجر يوقعون، بين ليلة وضحاها الهلال أنهاها وحسم الصفقة لصالح الزعيم، وانت تصيح أول عالمي أول بطل. استغفر الله العظيم. وش أقول؟ ما معي إلا هي موثقة أول عالمي، ترشيحية تجريبية بالتصويت. ما عندي إلا هي الموسم أعيدها وأكررها بس، غير كذا ما في، لا داخل الملعب ولا خارج الملعب. هاي أنا لا في المكاتب ولا في الملاعب رايحين فيها، ما غير إعلام مصادرهم غير صحيحة بس وغير موثوقة، كلام في كلام، أفلام يدخلون في جبل مو في جدار. قسما بالله هذا الهلال أول وتالي هو اللي ما يفوتها، ما يخلي جمهور الزعيم يتألم. واللي قاعد أشوفه أنا إن أعضاء الهلال الذهبيين يعشقون النادي أو الهلال أكثر من جمهوره. قسما بالله بعض الجماهير صدق عاشقين، صدق تشوفه عاشق، بس الأعضاء أكثر ما يرضون، رغم أن جماهير الزعيم ما يحضرون الملعب. ناس تقول متشبعة، ناس تقول مدري وش، ناس تقول حر، ناس ما يعبون الملعب فل. تشوفون الأيام القادمة ما راح يتعبى فل في مباراة. حتى لو ملعبهم تم الإنجاز وتم استفتاح الملعب الجديد لنادي الزعيم الأرينا مملكة أرينا، ما راح يكون على طول فل. أقول لك أعضاء الزعيم يعشقون النادي أكثر من جمهوره، ويبنون مشروع للمواسم القادمة، لأن جمهور الزعيم حق استراحات ونايمين ما أدري وينهم عن النادي. لكن الأعضاء يدفعون دفع وباسم شخص واحد، يدفعون يقول أنت روح، أنت اللي دفعت، قول إنه هذا هو اللي دفع. يسوون جمعة وما يحبون يطلعون في الصورة، وانت تدفع، يطلع في الصورة ويدفع. متكاتفين يا رجل أكثر من الجماهير حق النادي. تقول عندهم واسطة، عندهم مدري وش، هذا هو الهلال ما يتغير. لكن في الأعوام القادمة إن شاء الله نتعلم مع الشركة الجديدة رائد إسماعيل اللي جاب العيد في اللقاء، اتصال وحركات، هات يا هات، دراما رياضية على قناة روتانا خليجية.
كانت نهايتها نهاية صفقة تاريخية في الكرة السعودية. أغلى ظهير، هذا هو الزعيم. وانت صيح لأن الزعيم هو النادي الوحيد اللي أعضاءه يحبونه أكثر من جمهوره. الأندية الثانية لا، الجمهور يحب النادي أكثر من الأعضاء، عشان كذا ما راح تشوف زي الهلال، ما راح تشوف الفرق واضح، إلا أعضاء عاشقين وشخصيات تخوف. عشان كذا ما راح نوصل لفكر الزعيم، راح يتم كذا على طول مسيطر، لأنه وراء رجال أقوال وأفعال. حتى لو غاب الجمهور ما يقولون، ما يطنشون، ما ينسحبون عن المشهد الرياضي، متواجدين على طول. شو سهم الأمير عبد الرحمن بن سعود، مدري بن مساعد، في عبد الرحمن بن سعود تلقاه عندهم بعد، سامي كثير. عبد الرحمن بن سعود عندنا الله يرحمه ويغفر له، واللي وهبنا في ذا النادي. اي والله، ماجد عبد الله، هم الاثنين. غير كذا ما ادري ايش السالفه. اسمع اللي يقول الاتحاد الاسيوي يقول عندك 8 دوري او 9 دوري ومدري كاس سوبر 2، يا رجل اي شيء ما شفته ما اهتم فيه، اي بطوله ما شفتها ولا عشت فرحتها ما علي منها. ان شاء الله ما تتوثق. اهم شيء اول عالمي، اول بطل.